أفلت برشلونة من نظيره أتلتيك بلباو بالفوز عليه بنتيجة من 1-0 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا في معقل البلوجران ملعب مونتجويك. وسجل هدف المباراة الوحيد ماركين جويو لاعب برشلونة الشاب في الدقيقة 80، وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد بلباو عند 17 نقطة في المركز السادس. بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وأرسل فيران توريس كرة عرضية من الطرف الأيمن داخل المنطقة، استقبلها جو فليكس وسدد مباشرة، لكنها ارتطمت بالعارضة الأفقية في الدقيقة 10، وتألق الحارس أوناي سيموان في التصدي بقدمه لتسديدة قوية من القادمين من الخلف فيرمين لوبيز ليحرم برشلونة من التقدم في الدقيقة 14. وجاء الرد من الحارس تير شوتيجن بالتألق في التصدي لتصويبة قوية من إنياكي ويليامز في الدقيقة 21 على حدود منطقة جزاء الفريق الكتالوني، وحولها إلى الركنية. وانطلق نيكو ويليامز على الطرف الأيسر لمنطقة جزاء برشلونة وسدد كرة مقوسة، لكن الحارس تير شوتيجن تصدى لها في الدقيقة 45، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. ومع بداية الشوط الثاني أرسل نيكو ويليامز تصويبة من داخل المنطقة، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن في الدقيقة 55، وتعمق الحارس أوناي سيمون في التصدي لتسديدة من جو فيليكس على حدود المنطقة لترتد أمام فيرمين لوبيز الذي سدد هو الآخر، قبل أن يواصل سيمون التألق بلا التصدي للكرة بجسده في الدقيقة 58، وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 80.